أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهارده. معكم عادل بسيوني بإذن الله، مكملين مع كتاب العمالقة. متواجدين في بيج 35 صفحة 35 تيست اون يونت 7 في اختبار الوحدة السابعة. السؤال الأول معانا بيقول finish the following dialogue، أكمل هذا الحوار. طبعا في الحوار يا شباب احنا عارفين إن تكوين السؤال ببدأ بكلمة الاستفهام وبعد كده أجيب المساعد وبعد كده الفاعل ثم الفعل وعلامة الاستفهام. تعال نشوف ازاي هنقدر نتعامل مع الديالوج اللي معانا. وخلي بالك كمان من طريقه تكوين السؤال. خالد وابراهيم بيتكلموا، بدأ خالد الكلام وقال له هلو ابراهيم، هاو ار يو، ازاي حالك؟ فقال له I am fine and you، وانت؟ قال له I am fine too، وانا كمان كويس. فقال له where did you go last holiday؟ بعد where قال له did، وديد عملت ايه؟ جابت لي المصدر اللي هو ايه؟ جو. طيب انت رحت فين في اجازه نص السنه؟ قال له الراجل بقى لما جه يجاوب قال له اي وينت. ليه اختار وينت؟ لان هو بيتكلم في الماضي البسيط، جاب ديد والمصدر. لما اجي اجاوب انا فهحط الفعل بتاعي تصريف تاني، فقال له اي ونت تو ذا بوك فير، انا رحت البوك فير، معرض الكتاب. واو، ذا بوك فير. ديد يو، رجعنا تاني لديد اللي بتعمل ايه يا شباب؟ بتجيب لي المصدر، فقال لي باي ان ستوريز، اشتريت قصص. فقال له sure I bought some interesting stories and a dictionary. I know you are a bookworm. And you وانت aren't you؟ قال له yes I am. And وانت where did you go؟ رحت فين؟ قال له I went to Luxor. Fantastic. What did you do in Luxor؟ وعملت ايه هناك؟ لان هو ذكرها لي هنا، فكانت الاجابه الوحيده اللي تنفع او المكان الوحيد اللي ينفع معايا هو ان انا اقول له I went to Luxor. انت عملت ايه؟ فقال له لان السؤال برضه في الماضي، فقال له I visited، انا زرت some ancient sites. طيب واحد قال I visited the temples، انا زرت المعابد، تمام. واحد قال I visited the Nile، انا زرت النيل. مفيش مشكله، بس خلي بالك انك هتحط الجمله بتاعتك فين؟ في الماضي البسيط. تعال نروح على السؤال الثاني. read and complete the text with a word from the following list. معانا اول حاجه Egypt is a wonderful country. Egypt بلد جميل in Africa، في افريقيا. طبعا هنا it is located، انها located يعني ايه يا شباب؟ يعني انها تقع in the northeast of Africa، في شمال شرق افريقيا. it is famous for، وانها تشتهر ب its monuments، باثارها and wonders and natural wonders، والعجائب الطبيعيه. about 14 million tourists، اكثر من 14 مليون سائح بيزوروا مصر every year. moreover Egypt's people are friendly and hospitable، يعني كريم وكمان ناس طيبين. تعالى بعد كده يا شباب نروح على السؤال الثالث. read the text and answer the questions. April 22 ابريل is Earth Day، يوم الارض. The day reminds everyone to take care of Earth. اليوم ده بيفكر كل شخص انه يهتم بالارض، our home، وطننا. Many of Earth's animals in danger. كتير من الحيوانات بيكون معرض للخطر of losing their homes، انهم يسيبوا البيئات بتاعتهم، البيئات او الاوطان. The pika is an animal. البايكا حاجه كده الفار يعني. is an animal whose habitat is in danger. البيئة بتاعته في خطر. A habitat is a place in nature where an animal or a plant lives. Earth's temperature is rising. درجة حرارة الأرض بترتفع. And people are using land where animals live. والناس بيستخدموا الأراضي اللي بيعيش فيها الحيوانات دي. Bikes are related to rabbits. هي ليها علاقة بالإيه؟ بالأرانب، فصيلة الأرانب يعني.
Some kinds of bikes live in mountain. بيعيش في الجبال. These animals prefer cool weather. عايزة طقس بارد. As earth heats up. بما ان درجة الحرارة بترتفع. They must move to cooler places higher in the mountain. Scarlet macaws. طبعا ده بغبغاء المكاو. South American parrot. Make their nests. بيعمل عشه in the holes of rainforest trees. People are cutting down those trees. وطبعا الإنسان بيقطع الأشجار دي. And using the land for farms. يعملها مزارع. Macaws are running out of trees in which they make their nests. المكان اللي عمل فيه عشه. خلي بالك ان الزير هنا عايد على الايه؟ المكاوز او سكيرلت ماكاوز. البولار بير الدب القطبي live in Arctic. They live on large pieces of sea ice. As Earth's temperature rise, the large pieces of sea ice begin to melt. If the ice keeps melting, polar bear will have nowhere to live. تعالوا نروح بقى على السؤال الأول ونقول choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Earth's temperature is rising means we will face a big. احنا هنقابل مشكلة. يبقى big ايه؟ big problem. The ice keeps. التلج ده keep can be melting. يعني يظل التلج يذوب. keep can be replaced by. يعني continue. يستمر. The underlined word they refers to طبعا scarlet macaws. Why do bikes leave their habitats? ليه؟ because of temperature. يعني هنا ارتفاع درجة الحرارة هو اللي بيخلي البايكس بيسيب مكانه ويدور على مكان كولر. How many types؟ كم حيوان ذكر في الفقرة؟ طبعا هم بالظبط 3 حيوانات. كان بيتكلم عن المكاو والبولار بير وكمان معانا البايكس. What the consequence of human views of the earth؟ طبعا هنا farming بيعملها ايه؟ to make farms بيعمل مزارع. وصولا إلى السؤال الرابع. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. We can preserve fruit by making it into jam. The word preserve means preserve معناها keep safe. A long thin piece of metal or plastic used to carry water gas. ده طبعا البايب الماسورة. تمام؟ تمام. We add the suffix بنضيف النهاية to change the word coast into an adjective. طبعا ال al علشان تصبح ايه؟ coastal ساحلي. Wise people الحكماء don't destroy plants or trees. Destroy means يعني ايه destroy؟ damage يدمر. known can be synonym for. يعني ايه known؟ معروف. يعني famous مشهور. The antonym of أو for ancient قديم. عايز الانتونيم المضاد يبقى ايه؟ modern حديث. وصولا إلى السؤال الخامس. complete the sentences with the correct form. أكمل الصيغة الصحيحة. the خارجة oasis مفرد يبقى is التصريف الثالث من surround يبقى surrounded by desert far from the river Nile. Who was the radio invented by؟ يعني بواسطة من اخترع الايه؟ الراديو. When was the Great Wall of China؟ عايز تصريف ثالث. من built. Crackle's large ears help them to hear very. حال يا شباب هيوصف ويل بحال.
well we don't know how the stones for the pyramids. عايز تصريف ثالث من carry carried واحول الواي لاي واضيف ايه دي. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.